بس ملحوظتين مهمين على حاجتين مهمين. انا الكلام للاسف اصابني بالقلق شويه، لانه احنا اتكلمنا عن عموميات قوي، اتكلمنا عن الدعم في العموم، بس ما دخلناش عشان نوضح المواطن البسيط اللي عايش في الدويه وفي قلعه الكبش، والمواطن المهمش والمواطن والطبقه الوسطى الدنيا، نوضح له ايه الفرق ما بين قبل 25 يناير واللي احنا هنعمله بعد 25 يناير. يعني احنا قلنا الدعم، وانه الدعم معظمه ما بيوصلش للفقراء، بس ما اتكلمناش بقى في بنود الدعم، ما اتكلمناش مثلا عن الفساد المريع اللي في قصه دعم البرنامج القومي للاسكان. عندنا فساد مريع، عندنا سميح ساويرس ومحمد المرشدي وحسن دره على سبيل المثال بياخدوا متر الارض بالمرافق ب 70 جنيه للمتر، في الوقت اللي بتتباع فيه المواطن العادي ب 1500 ل 2000 جنيه للمتر. بيحصلوا دعم مباشر في ايديهم، فلوس كاش 15000 جنيه على كل وحده سكنيه 65 متر، او زي بتشطب الشقه بتتباع بكام؟ في الوقت اللي هي المفروض تشطب وتتباع فيه من 40 ل 45000 بتتباع من 103 ل 140000، والدوله مالهاش اي سيطره على اسعار البيع. انا كده بدعم الاغنياء. ضرايب عليها مش إيه؟ المفروض انه في الدوله بترجع لها من الضرايب المفروضه على اي شركه او مصر 20% ضرايب على كل الناس. انا كده بدعم في الاول وفي الاخر، انا كده بدعم الاغنياء، ما بدعمش الفقراء. احنا عايزين نخش عشان نوضح ايه البنود اللي في الدعم محتاجه تتغير. يعني من واجبي ان انا اقول بغض النظر عن الاسماء اللي انت ذكرتها، هم مش موجودين، انا ما افهمش في التفاصيل الفنيه، فطبعا هو من حقه وبالتالي طبعا كل الناس اللي من حقها الرد، وده كلام مش غريب على المواطنين ابدا يعني. طيب. وبالتالي احنا بعد ثوره الحقيقه نفتح كل الملفات، انه الدعم بتاع كلمه اسكان محدود الدخل ده كلمه تم تحتيها سرقه مليارات من فلوس المصريين، وبالتالي اي كلام عن اسكان محدود الدخل بعد كده المفروض يبقى بيتكلم عن شركات تابعه للدوله بتنشئ الاسكان. لو احنا بنتكلم عن اسكان محدود الدخل، الدوله هي اللي بتوفر له محدود الدخل، الشركات تابعه للدوله هي اللي توفر. نخش في دعم الطاقه مثلا، دي كلها بنود في الدعم عشان نتكلم عن طيب ممكن نقسمهم بس نقطه علشان معالي الوزير برضه انا مش عايز ينسى. احنا بنتناقش مع معالي الوزير، احنا مش بنسال معالي الوزير عشان احنا بنتناقش معاه، ودي نقط احنا طرحناها قبل كده في الوزاره، فسيبني بس اول نقطتين او ثلاثه. طيب. وبس. لو دخلنا مثلا في دعم الطاقه، احنا عندنا مصانع وشركات بتبيع السلع بتاعتها بالسعر العالمي وبتدعم بالطاقه. انا هدعمك ليه لو انت مش هتبيع لي بالسعر المحلي؟ يجب ان تراجع هذه المساله على الاطلاق. انا الفكره مش في جذب المستثمر بكل شروط السوق اللي هو يفرضها، مش اللي موجوده عندي، وبالذات ان انا مش مجرد سوق خلاص، انا سوق بيبيع، انا سوق جاذب للاستثمار، انا سوق عندي عماله جيده ورخيصه، انا سوق متكامل. بالتالي هو مش مضطر ان هو يروح يقول لك هينقل استثماراته، ما هينقل استثماراته لاسواق ثانيه هيصنع فيها، بس هيضطر يصدرها الاسواق، فهيتكلف. يعني الفكره ان احنا سوق متكامل. بالتالي انا بدعم طاقه لمصانع بتبيع بالسعر العالمي. نخش مثلا على دعم الخبز مثلا، احنا عندنا في مصر بندعم الدقيق سلعه وسيطه، وعشان الناس تفهم السلعه الوسيطه لا يجب دعمها على الاطلاق. احنا المفروض ندعم السلعه في شكلها النهائي المباشر. المفروض ادعم رغيف العيش على طول، الدوله تروح تشتري العيش من المخابز وتوفر اماكن وتبيعه مباشره، تشتريه بربع جنيه وتبيعه ب5 قروش. انا كده دعمت السلعه في شكلها النهائي. انا بدعم الدقيق بيتسرق، الدقيق بيتهرب، وبنفضل نشوف كل مشاكل الخبز والقتله والتوابير. ما احنا نخش للمواطن علشان نفهمه. كيك وحاجات كده. اخر حاجه عايز اقولها انه الفكره في لما اتكلمت شويه حضرتك ذكرت مثال، عشان كده مهتم ان انا اقوله، فكره ضغط الانفاق العام. ما حدش اتكلم عن ضغط الانفاق العام. في حاجه اسمها موارد الانفاق العام. انا المفروض اراجع الدوله بتنفق فلوسها في ايه، مش فكره اضغط ولا ما اضغطش. انا عندي ازمه ضخمه جدا في طرق انفاق الدوله. انا عندي جلال الذربه مهندس كويز بياخد 48 مليون جنيه دعم صادرات، في الوقت اللي هو بيصدر بيودي الصادرات بتاعته امريكا بتخش بزيرو جمارك، في الوقت اللي عندي شركه غزل المحله اللي بتخسر دلوقتي، واللي كل مره نطلع لهم مش هتتخصص عشان بتخسر، مش هتتخصص ونطمن الناس، في الوقت اللي بتخسر صادراتها بتخش امريكا ب 20% جمارك. ده شيء غير معقول على الاطلاق. انا بدمر الصناعه المحليه والمشاريع القوميه الحقيقيه على حساب المستثمرين. مشكله كبيره قوي اتفاقيه الكويز. بصرف النظر عن اتفاقيه الكويز، لو انا هدعم جلال الذربه فمن الاولى ان انا ادعم محمد رشيد كان بياخد دعم نقدي على كل صادراته 200 مليون جنيه على سبيل المثال. ما دي في الموازنه، والموازنه انا المفروض اعيد ترشيدها، بدل ما كانت متنحيز لشريحه وطبقه بعينها اخليها تنحيز لصالح المواطن العادي. طيب. وبناء عليه انا ابص الموازنه، اول حاجه اشوف اضخ فيها فلوس ازاي، الحاجه الثانيه الفلوس اللي كانت مضخوخه فيها اصلا ازاي اعيد توزيعها بحيث اعمل توزيع عادل للثوره بتاعت الموازنه دي. طيب. الفكره في دعم الصادرات انه اتفاقيه كويز او غيرها، عشان كده ده ليه علاقه كمان بالفلوس اللي هناخدها من البنك الدولي. دعم الصادرات في شروط اللي مكتوبه في ظهر الورقه، اسمها في اتفاقيه كويز شروط مكتوبه في ظهر الورقه انك لازم تدعم
الناس اللي ضمن اتفاقيه الكويز بقد كده. دي الازمه لما انا بدعم. انا دعم الصادرات ده المفروض يتم تحويله، بالذات اللي بيروح لكل ما هو ضمن الكويز اللي بيخش كويز اللي بيخش بزيرو جمارك لامريكا ولغيرها، المفروض احوله حالا. دعم بطاله، دعم البطاله وتوفير للمشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي قصه كبيره قوي المفروض نجي لها كمان شويه. احنا عندنا ازمه ضخمه جدا في المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده اقتراح. طيب معالي الوزير. لا انا بس ايه عاوز تأيدوني لو فتحت ملف الدعم بكره بالطريقه اللي انت قلت عليها، لان الكلام اللي انت بتقوله كلام مظبوط جدا، ان في اوجه من وجوه الدعم لا علاقه لها بالهدف من الدعم اللي وصل عندي النهارده ال 137 مليار دول. تمام. 137 بس. ايوه، ما